ودابا غادي نديرو التكميله ديال الجزء الاول. وبدات كتعاود ليه، قالت لي قبل 5 سنوات جاتها مكالمه من وحده سميتها ام مرجانه اللي طلبت منها تجي تحضر العرس بنتها. في نفس ذاك النهار بقات متشبته بانها هي اللي بغات تغني لها في ذاك العرس، وما غاديش توافق يجي شي حد من غيرها. قالت لها نورة على الفرقه تاعها شاده اجازه وما كان حتى واحد يبقى ليها مع ولادها، ولكن هي قالت لها غادي تعطيها اضعاف الثمن اللي غادي تطلب. وفعلا مشاو وتصدموا من الفخامه ديال القصر. تلقاتهم واحد الخادمه كتبان منها ملامح ديالها حاده، ما كلماتهمش ومشاو نيشان موراها وتلاقاو مع الخادمه الثانيه نفس الشكل ديال الخادمه الاولى. شافت نورة في الارض بانوا لها العظومه ديال الدجاج، وقالت نورة الوحده تغطيهم شي حاجه بشي حاجه، ودخلت ام مرجانه وكانوا معها بناتها فيروز وزمرده. ومع دخلوا بدا البيت كيسخن، وكل ما طولوا كتزاد الحراره اكثر واكثر. وسلمات على نورة، ولكن حست نورة بشي حاجه في شي شكل في يدها، تقسحات وطلبت منهم يستعدوا باش العرس يبدا. بعد ما خرجوا من البيت رجعت الحراره ديال البيت عاديه وما بقاتش سخونيه. وشمس قالت لنورة بلي كاينه شي حاجه في شي شكل في هذا الدار وبلي ما مرتاحاش، ولكن نورة طمأنتها وقالت لها بلي يستعدوا وتنسى عليه هذاك الخوف ويستعدوا باش يبداو العرس. وملي دخلوا الصاله لقاو العريس والعروسه والضيوف الشكل ديالهم غريب، بداو كيشوفوا فيها بطريقه غريبه. ومع بدات فرقه ديال نورة كتعزف ونورة كتغني، بداو كلهم كيتميلوا بنفس الطريقه وكل شيء منسجم مع الغناء، والفرقه كيستغربوا من داكشي اللي كيشوفوا، حتى خداو الاستراحه ورجعوا للبيت باش يرتاحوا. حسات نورة بالدوخه وطلبت من الخادمه باش تعطيها بيت فاش ترتاح، وقالت لها راه كاين في الطابق الثاني. قالت على ان الدروج قديم والحيطان مقشرين بحال الا كاينه في شي بلاصه مهجوره. وشافت واحد الممر قدامها وكاع البيوت اللي تما مسدودين، ولقات واحد البيت محلول دخلت ليه، ولكن لحظات الضو ما فيهش وفيه غير ناموسي في الوسط ديالها وبالزربه دات الشي خيال موراها. دارت ما لقات حتى واحد، حسات بالخوف ومشات كتقلب. حلات الباب ولكن في الاخر ما لقات والو. رجعت ثاني لبلاصتها وجلست فوق الناموسيه شويه وهو يديها النعاس. ملي ديها النعاس ورجعت ثاني كتحلم بان رجعت لنفس الممر ثاني، وكان قدامها واحد الشبح كحل. ومع رد ليها البال بدا كيجري عندها وفاقت من النعاس مخلوعه، وقررت تنزل عند الفرقه ديالها. فاش خرجت لقات نفس الشبح ولكن دغيا اختفى. وفي جهه اخرى كاين دري صغير كيشوف فيها وكيجري بالزربه، ودخل واحد البيت وسد عليه تبعته وبدات كتدق عليه باش يحليها، وكتطمئنوا بلي اني غادي تعاونوا وغادي تجي عند والديه. وفاش ما بغاش الباب يتحليها بدات كتقلب على شي بيت اخر كيدخل ديك البلاصه، ولكن في ديك اللحظه تحل الباب وشي حاجه جرت نورة لداخل. باش يوصلكم الجزء الثالث ما تنساوش الاشتراك في القناه.